السلام عليكم، مرحبا بكم. ان شاء الله كامل تكونوا بخير، ان شاء الله كامل تكونوا ملاح. خاوتي السينيال كتلنا، خاوتي راني طغيت عليكم خاوتي. شوف جام بارطاج كومونتير. اليوم رايحين ندمروه اليوم. شوف راح نهمز عليه، هذا راح نطاكي فيه مش من تالي. هذا السيد، هذا الرخيص، هذا المحلل السياسي تاعهم، هذا راح نعطي له شويه درس، نعطي له درس ومامتو نضحكوا عليه شويه. راك شايفه؟ نضحكوا شويه صح. هذا العبد سمعوا واش راه قال هنا على الجزائر، سمعوا واش راه قال، واش راه حاب، واش راه يحوس. ودوكا نحلوها بشويه ونروحوا ونشوفوا واش راه يقول له راسه. ما عرفتش انايا، لا راه يوسوس له الشيطان ولا قروه. واحده من الزوج، واحد من هذوم زوج راهم يوسوسوا له، فاهمه؟ دوكا نشوفوا هذا المحلل، هذا المحنك السياسي. تراك ماكش محنك، تراك محنك من فخاضك، فهمت؟ راك نبدا سياسه انت. ويلي قتلوني يكذبوا على شعبهم لدرجه خلاص ما العقل عاد ما يصورهاش. اسمع خويا هنا، هذا واش راه يقول. كانوا شعل الحرب. انا الحرب كنقول عندها معادله بسيطه فيها جوج. الحرب خاصها جوج اطراف. الطرف اللي باغيها ما قادرش عليها، والطرف اللي قادر عليها ما باغيهاش. المغرب اللي عنده جميع الامكانيات انه يدير حرب، ما مستحيل يمشي للحرب وما ينجرش لها، وقال لهم مستحيل يمشي لها، مستحيل المغرب يمشي مع الجزائر الحرب. الطرف الاخر ما قادرش عليها نهائيا، ما عنده حتى شي مؤشر من المؤشرات ديال القدره على انه يمشي الحرب. مع العلم صح. قال لك الطرف اللي قادر على الحرب وراح يمشي في الحرب. قال لك ماهوش يدير الحرب، واللي ماهوش قادر راه نفعت له في الحرب. يا اخي شوف، اروح نعطيك واحد الحوايج تدل باللي طايقين على الحرب. اول حاجه العمق الجغرافي تاعكم. راه بلادكم ماصه يا صاحبي، بلادكم راه دايره كيما هذا. من اساسيات الحرب البترول يا اخي. نتوما ما عندكم لا بترول، شكون اللي راح تعاونك اسرائيل تمد لك البترول باه دير الحرب؟ راح تعاونك الامريكان في هذه الحاله كانت تدخل الجزائر مع المغرب في حرب، راح تلزم الحياد. علاقتنا طيبه مع الامريكان. احنا راك عارف قام من اضرار نعمروا البلا ونعاودوا نولوا لكم. ديجا ما يعودش فيها الكمان، ولوا فيها بعدها طيارات وكذا. شوف نزيدك واحد الحاجه واحده اخرى اللي هي نوعيه الجندي. احنا الجندي شوف، عندنا جندي تلقاه بسيارته، بدارو، بشهريته، كي نحسبوه ما عندوش الوطنيه، كي نديروه ما عندوش الوطنيه، يدافع على هذا الصوالح برك، يدافع على مو، يدافع على سيارته، على ولاده، على زوجته، يرفد السلاح ويدافع. انتم على واش راح يدافع الجندي تاعكم؟ انتم الجندي تاعكم ولفتوه بالدفاع عن الشخص، ما زرعتوش فيه حب روح الوطن. ثم خليتوه انه يدافع على ميمي 6 برك، مع انه كاع ماهوش دايها فيكم، يظل في الاوروب يتلاوح. اذا جا شهر المغرب هذيك راه المروك تاعكم راه يخلع. على واش راح يحارب بالجندي؟ ديجا الشهريه تاعو ما يستلحقوا في وقتها، كاتلو الفقر، كاتلو الشر. على واش راح يدافع الجندي تاعكم؟ هذه نحكوا من ناحيه نوعيه الجندي. احنا عندنا جنود يموتوا على بلادهم، كي ما يشتوش بلادهم، كي ما يحبوش بلادهم، يدافع على الاستقرار تاعو هو كشخص، على شهريته، على داره، على بنته، على ولاده، على اخوه، على مو، على ارضه. شفت كيفاش؟ هنا كاين فرق كبير. هذه ثاني حاجه. نزيدوا نروحوا لنوعيه القياده. انتم عندكم جنرال يهبط يبوس تاع طفل صغير، اكرمكم الله. الاعضاء التناسليه تاعو لسه ما كملتش، مش حاق عليه رمضان. كيف راح يحارب هذايا؟ حارب راكعه؟ ما فهمتش انا، ما دوختني انا. انتم شاهيين طيقوا الحرب 100%. نرجعوا للعمق الجغرافي. سلاسل الامداد تاعنا، النيران تاعكم ما تلحقناش. عندنا عمق جغرافي كبير، شطور تلحق لي، واش راح تلحق؟ اما سلاسل الامداد تاعكم نيراننا نطغوا عليها، ندخلوا عليكم. اليوم البارح رانا في الاطلسي. شوف نبعث لكم قال فرقه 12 تاع المويلح تاع الجلفه، تدخل اليوم. البارح راهم يبحروا. راك ناقص جدا. شوف ما عندك بترول، ما عندك جندي طالع على حب الوطن،
ما عندك قياده ملتزمه، ما تركعش، ما عندك والو. هذه من جهه الحرب ما عندك والو. نجو الهياكل العسكريه. الهياكل العسكريه عندها ديزيكول ما يقضاوش، عندها كازيرنات ما يقضاوش. انا جامي سمعت في المغرب كاين ثكنه عسكريه، والله كاين. ما كانش، ما عندكم والو يا اخي. شوف عندنا 1.5 مليون في اي لحظه قادره ديماري مسلحه، مخلاف الجيش الاحتياطي، ومخلاف اللي من تلقاء نفسه يرفد سلاح ويروح. هذه حطها هنا، خليها هنا. اخر حاجه واول حاجه اللي دور تقوم عليها الحرب هي البترول. انت منين يا اخي عندك البترول؟ منين تجيب؟ الحسيوه تاع الغاز قضيناها عليك. تروح تجيب من اسبانيا قصيناها لها. تروح تجيب من امريكا راني قلت لك تلتزم الحياد وتقعد قاعد تتفرج وتضحك عليك. من ناحيه واش طايق للحرب انت؟ صح، الكيان راه اصلا لاهي في خاوتنا في فلسطين، وما عندوش باه يعاونك. راه حرب. نزيدك واحد الحاجه هي زينه، من القدرات تاع الجزائر باه تعرف باللي الدوله قايمه في ظرف 4 أشهر قادره تجند 4 ملايين جندي. واش رايك؟ بدون مبالغه ونحسبوها، راني نقول لك ورقه وستيلو، بدون مبالغه. صح، نزيدو نكملوا معاك ونشوفوا واش راك هدرت. هذه راني درس خفيف برك، هذه باه نروحوا معاكم في حرب. راني قلتها لك في فيديو سابق، الحاجه الوحيده اللي ما تخليناش ندخلوا مع المغرب في حرب هو الدين الاسلامي فقط، ورأفة بكم، رأفة باخواننا المسلمين اللي ثم. مانيش نحكي على العياشه اللي مطبعين مع الكيان، مانيش نحكي على بواسي اللي يحبوا دين الميمي 6. راني نحكي على اللي يحرقوا ويروحوا يفرقوا واش كاين في قلوبهم هذوك الرجاله المسلمين الطيبين. مانيش نحكي على الفيزازي واتباعه، جماعه اللحيه اللي تروحوا تبيعوا كلام ربي. مش نحكي على هذوك. انتوما كاع في رمشتها من العين نطغاو عليكم، والدين حللنا امثالكم. شوف وكاينه حاجه اقسم بمن بعث محمد، كانت نوض حرب احنا ما ننواوهاش مع خاوتنا الله لا يجعلها فار. راني نلقم فيك تا درس فقط. في ظرف 15 يوم نصف الجنود المغربيه قاعد تنسحب وتستسلم، وتجي تبوس اليدين هنا. حتى احنا ما عندناش بوس اليدين، احنا يجوا نستقبلوهم وكذا. باه انا تاخذ رايي انسحب على هذا الهضره وروح دير جنسيه جزائريه وعفك من بواسي للدين. مولا 12 عام استسلم يا اخي. خذ رايي، والله ما تلحقنا لا سياسيا لا حربيا، لا ما عندكش كفاه تحك كاع. ما كانش. صح، نزيد نروحوا لنقطه واحده اخرى. خاوتي الفيديو راه طويل بصح معليش ابقاو معنا، اسمعوا نكملوا معاك. ديال اوكرانيا كنا كنقول، انا كنت كنقول قبل، كنقول السلاح الروسي يقول بانه الجزائر قوه عسكريه. نسيت واحد الحاجه. ما كنتش كنقول هكا، كنت كنقول لا ماشي انت اللي كتقولها، كيقولوها هما كانوا كيقولوها، وهما كانوا كيتخباو من وراء انهم الاكثر شراء للسلاح الروسي. وانا كنت كنقول السلاح الروسي راه خرده، راه ما يصلحش، راه لا يصلح الحرب. شوف السلاح الروسي تجيب فيه الجزائر جديد في النيلو في الكرتون. اما انتوما تروحوا تجيبوا سلاح تاع الامريكان تاع جنوب افريقيا الخرده اللي الامريكان تعطيك سلاح ما تخليكش باه تحاربها به، بقفله تحبسوا لك. احنا عندنا كامل الاستقلاليه في الاستخدام تاع السلاح، وين نروحوا نفرقوا به. ما عندهمش هما يفعل الجرس كما راح يفعلوه خاوتنا يحبسوا لنا السلاح. وهذه يا اخي من ذكاء الرئيس الراحل هواري بومدين. علاه طيب العلاقات مع روسيا باه نجيبوا سلاح احنا نتحكموا فيه، مش نروحوا للامريكان نجيبوا من عندهم سلاح ومن بعد من هيه اونطري يحبس لك كلش. لا يا اخي، شتو راها علاه اخترنا الروس على الامريكان؟
نروحوا نكملوا معاك. هذه راني رجعت لك النقطه تاع السلاح فقط بيا نسيتها. وكنت نحكي معاك في المجال العسكريه يا حسره. ندير لك درس تاع 6 ايام 6 ايام وما نوفيش في حق الجيش الجزائري وشعبها وسلاحها. صح يا شيخ يا المحنك السياسي من فخاضو، واسمعني. حكيت على الحراك وعايرتنا به، قلت يا ودي راه قبيه الكورونا حبس الحراك وكذا، والله كون راه مازال كاين حراك. شوف نروح نحكي لك واحد الحاجه. احسن حراك في العالم سلمي هو الحراك الجزائري. حنا شوف حنا قعدنا عامين حراك. انت نوض نص ساعه برك، نوض نص ساعه 6:30 ل7:30 نعرفك خلاص ماكش عياش. دير حراك نحي هذه المملكه اللي راها عندك اللي تعبدوا فيها وتبوسوا فيها في اليدين. شوف حراكنا سلمي. وش يدل هذا؟ وش يدل؟ انه على وعي الشعب ووعي المسؤول. ما طاحتش قطرة دم واحد فقط توفى في الجزائر العاصمة، حبس قلبه هذاك مريض مسكين، ربي يرحمه ويغفر له ان شاء الله. اعطيني نقطة دم واحدة طاحت على ظرف عامين وحنا نمشوا في الحراك هكذاك. والمسؤول بوتفليقه الله يرحمه انذاك قال لك خلي الشعب يتكلم، خلي الشعب يلبوا له مطالبه، والحمد لله. وكاينه حاجه واحده اخرى اللي هي التف الشعب حول الجيش والجيش التف حول الشعب، كانت اخوه، وكانت كما يقولوا لحمه واحده. القايد صالح ثاني ربي يرحمه قطرة دم ما طاحتش. نزيد نحكي لك حاجه واحده اخرى. المسؤول يا اخي هنا في الجزائر مجرد موظف، خدم اللهم بارك، ما خدمش يروح لدارهم. يا هل ترى عندكم انتم هذه؟ عندكم؟ احنا الرئيس عمي تبون قالها شخصيا، قال لك نقلط قولوا لي راك قلط، ما نخدمش زين نروح لدارنا. وش نزيدك يا اخي باه تعرف هنايا باللي الدولة الجزائرية وشعبها شعب حر سيد في بلاده. ديروا انتوما نص ساعة نتحداك من هذا المنبر تخرج تدير حراك النص ساعة. قال يا ودي هذاك الميمي الصغير اللي راه ينبت لساعة ينوض ريش الحرام، قال ما تحبولوش يديه حتى يكبر، حتى يلحق سن البلوغ، لخاطرش راه واقيلا الصيام ومش حاق عليه هذاك. دير حراك من هذا الشيء، ما نتنحش المهلكة ما تنحاش، خليه اي دير حراك مجرد نص ساعة. اذا قعد بنادم فيكم قول لي تفو بيك يا اخي. روح راجع حساباتك، وروح عاود اقرا التاريخ، وروح شوف وش راها تمتلك الدولة المهلكة تاعك، وش عندها سلاح. زيد تثقف في سلاح بلادك، وزيد تثقف في العمق الجغرافي تاعك. زيد شوف ياسر صوالح خاصينك، زيد شوف وتثقف فيهم، ومن بعد تقدر تدخل في حرب معنا بالهضرة. خاطر الحرب تاع سلاح والله ما تقدر لها. ونختمها بنصيحة إلى أخي المجند والجندي المروكي. إذا نصت الحرب استسلم وروح، راه مرحب بك في الجزائر. خاوتي ما تنساوش بارطاج، كومونتير، جيم، لقنوهم درس باه يعرفوا شوية وش راه كاين في بلادهم وش ما كانش. سلام.